قبل شوي نشرت سنابية نعنع مشكورة تعليق على البايو حقي اني كاتب اعشق العطور والشعب السوداني، وكانت جنبها يبدو انها اخت سودانية وتقول السودانيين يحبونك شديد. طبعا فعلا انا اعشق، ما اقولها يعني مجاملة للشعب السوداني، انا فعلا احب الشعب السوداني وينشرح صدري بشكل كبير ما تتخيلونه اذا قابلني او قابلت احد الاخوة السودانيين. والسبب يرجع لطفولتي، كانوا أهلي في صغري يعانون إذا كانوا بيودوني المستشفى، والسبب أني أكره شيء اسمه مستشفى، فقط يقنعوني إذا كانوا بيودوني عند طبيب سوداني اسمه دكتور أمين. هذا الدكتور أمين كان جدا لطيف معي ومع الأطفال، إلى الآن أكثر من 35 سنة ما أنسى ابتسامته معي وكيف كان يتعامل معي، يعني وهو يكشف علي أو كذا ويعني أو يشخصني، كان جدا جدا لطيف. بعدها أيضا واجهتني مشكلة في صف أول ابتدائي، كان معي معرض وكان المعلم قاسي علي وكذا، ونفرت من المدرسة نفور يعني، وأنا أيضا دلوع يعني ما أنكر. فتأخرت سنة عن الدراسة، طلعت من صف أول ما أكملت الدراسة. السنة اللي بعدها ودوني أهلي مدرسة كان فيها معلم سوداني زين اسمه الطيب حمدون، وفعلا اسم على مسمى، احتواني وفعلا يعني حبيت المدرسة بسببه. بعدها نشأ عندي حب السودانيين خلاص، يعني صار، وفعلا إلى الآن بل إلى قبل سنوات وإحنا ندرس الماجستير كانوا أفضل من درسونا الدكاترة السودانيين، يعني ولا يعني يهونون بقية الجنسيات ولا كذا، لكن الشعب السوداني صراحة يتميز، يعني سبحان الله، يعني بشرتهم سوداء لكن قلوبهم في الغالب والسمة الغالبة بيضاء، تشوفهم نقيين، هادئين، لطيفين جدا. ففعلا أنا أحب الشعب السوداني. حب في دمي بريد سوداني، الذكر في فمي والحب في دمي بريد سوداني، المجد صاغ همي الأغلى من